يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى، اجواء الشتاء بدأت والبرد والجو البارد بدأ. فاول حاجة بتيجي على بالي ان احنا نعمل حلة محشي سخنة دافية كده وتاكليها، بحس كده بالدفى كله. نبدأ كده ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل محشي دايت النهاردة ملوش حل، محشي حلو قوي قوي وسريع كده جميل. شفتوا بقى؟ خطير. هبدأ كده، عندي كرومبة حلوة قوي ما شاء الله، طالع بقى بدخول الشتاء. احلى حاجة الكرومبة بصراحة. هجيب كرومباية جميلة وسط، جميلة حلوة اهيت. قلت للراجل عايزة كرومباية تاخد اقل من كيلو رز، قام مديني الجميلة الحلوة دي عشان ما تغلبنيش في المحشي كمان. عندي الكرومباية اهيت ما شاء الله، حلوة جدا. هقطع راسها، انا بحب اسلق الكرومبة سليمة. يعني انا شفت كذا حد يقطعه قطع كده اهوت ويروح سلقه، ما جاش معايا خالص وما ناسبنيش خالص. اسهل طريقة للكرومبة اسلقيها كاملة زي ما قرمعناها كده وشيلنا الراس بتاعتها بالشكل ده. المحشي بالنسبة لي بقى اعمليه كله على بعضه زي ما انا هعمله كده، حاجة بقى سهلة ملهاش حل. حطيت الطماطم على الفلفل الاحمر على البصل على الثوم، واضربي كل ده في الكبة. تمام كده، ده اسهل حاجة للمحشي. كله ني في ني، وكمان تبع للرجيم بقى كده حاجة ايه، بص ني في ني كله على بعضه. هنزل بيهم في الحلة واحط عليهم شوية معلقتين زيت او سمنة على حسب ما بنحب. اهو تنزل بيهم معلقتين سمنه كده، زيت سوري. وهولع عليهم. ادي البوتاجاز عندي، ولعت على الصلصه على التسبيكه بتاعه المحشي، وعندي الحله اهيت. بصوا زي ما قلت لكم بسلق الكرنبه سليمه بالشكل ده. وعندي بقى الصلصه بتاعتي حطيتها على العين التانية. خلاص غليت كده، هنزل عليها بمعلقتين 3 من الصلصه، وكده تمام زي الفل. اوطي عليها واسلق بقى معاكم الكرنب. زي ما قلت لكم اول بدايه الشتاء الكرنب بيبقى مسكر وجميل بصراحه، يخلي الواحد ياكله يوميا. هنسلق بقى الكرنب بالشكل اللي انتوا شفتوه. هقطع الكرنبايه بالشكل ده كده على البلانشه، كله مقاس واحد. انا عندي محدش بيحب الاخضر خالص في المحشي، حد كده زيي ولا ايه؟ لازم المحشي الصابع الاخضر لو حشيته بيترمي محشي. فانا ما بحشيش الا الجزء الابيض بس. الورقتين الخضر انا بعملهم بفرشهم في الحله من تحت يا اما على الوش. خلاص كده بقى هعمل المحشي كله صوابع مقنمه صغننه بالشكل ده. هنا بقى سامحوني، انا عندي برد جامد بقى لي كام يوم تعبانه فقلت هسجل الفيديو ده بقى اول ما ايه ربنا شافاني شويه. عندي ايه بقى، ادي الكرنب بتاعي كله عملته بالشكل ده. هجيب بقى العروق بتاعه الكرنب هفرشها في الحله بالشكل زي ما انتم شايفين كده. الاول كنت بحط فيها جزر وبصل وطماطم، دلوقتي الجزر غالي موت والبصل والطماطم يعني راحوا في حته تانية خالص. فهنحط العروق بتاعه الكرنب. عندي بقى بص التقطيعه بقت جميله وحلوه قوي ازاي ما شاء الله. الخضره بتاعتي انا غسلاها، شبت وكزبره وبقدونس من كل نوع، ربطه. هخرطهم. وادي الرز بتاعي وعليه الصلصة او التسبيكة وعليه الخضرة كتير كتير. انا عندي في المحشي بحب احط خضرة كتير، يعني ما شاء الله كنت بعمله بالخضرة القليلة لما كانت الخضرة غالية. بدأت الخضرة بقى تكون حلوة وكويسة جدا في السوق، وبدأت ما شاء الله تبقى رخيصة. فايه، هاتي خضرة وكتري، بتخلي المحشي جميل ومسكر. حشينا بقى المحشي بالصوابع كده جميلة. شفتوا الصوابع عاملة ازاي؟ خطيرة. هرصه بقى في الحلة. ما شاء الله اللهم بارك، الكرنبة حلوة جدا طعمها زي العسل. هخلص بقى الحلة بتاعتي. عندي الشوربة بتاعتي بتاعة الفراخ، انا ما حطيتش بقى عليها ولا صلصة ولا حاجة، واديتها بقى ايه الشوربة. وما تخليش الشوربة تغطي المحشي عشان ما يعجنش وما يبقاش فيه شوربة من تحت. بصوا بقى الصابع ماسك نفسه ومفيش فيه مية بقى من تحت ولا اي حاجة، ما شاء الله مستوي سوا جميل. تعالي بقى، اللي عامل رجيم هيغرف له 60 70 صابع كده وياكل معايا احلى محشي. بصوا الشكل جميل، طعمه حكاية وتحفة. وجربي موضوع الصلصة على بعضه، كله على بعضه خطير. ان انت تسبكي كل الطماطم على البصل على الثوم على الفلفل وكله مع بعضه، احسن ما تتعبي قلبك وتخبصله لوحدها والطماطم لوحدها والثوم لوحده، كله مع بعض.
عندي بقى الفراخ كنت شويها في الاير فراير برضو، طعمها حكاية وبتتبيلة حكاية. هبقى انزلها في فيديو تاني منفصل عشان وقت الفيديو. وكده ده فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب للي اول مرة يشوف القناة. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.